بسم الله. اليوم معانا البطل يزن، المعلق القادم ان شاء الله والنجم التعليق القادم بسماء الميديا الاعلاميه كلها ان شاء الله. شو اخبارك يا يزن؟ قول له للعالم مين انت؟ أصغر معلق رياضي وبحب كرة القدم ومعلق عليها. شو اسمك الكامل؟ محمد يزن. محمد يزن. شو بدك تسمعنا اليوم؟ انت مين تحب المعلقين؟ والله عصام الشوالي، رؤوف خليف، يوسف سيف، كلهم معلقين. بس اللي يعني أكثر ناس قريبة علي على صوتي عصام الشوالي. عصام الشوالي. طيب بدنا تعطينا هيك شيء هدف تعلق لنا على السريع يلا مشان الوقت. أنت أي فريق بتشجع؟ ريال مدريد، برشلونة، أي شيء. سوريا، منتخب سوريا، العربي، الكويتي. هدف فراس. سوريا يستفسرون، يتقدمون ويسجلون ويتعادلون ويفوزون، وضربة جزاء، ضربة جزاء المنتخب السوري، ضربة جزاء اللاين مان يصر انه اوف سايد، ولكن بقرار محسن تركي هي بلانتي لسوريا. سوف يلعب البلانتي عنده لتعود سوريا عنده، لتتعادل نصور قاسيون عنده عن طريق بلانتي لسوريا. هو محسن تركي الان يمشي المساعد، هذا ما يطلبه الفريق الياباني. نقاش هنا حرب الرايات بين محسن تركي واللايمان. الإيراني يصر أنه بلانتي، وسوف تلعب ضربة جزاء عنده لتعود سوريا عنده، وبلانتي عن طريق من غير فراس. إنه الخطير، هل سوف يسجل لسوريا أم الكرة سوف تضيع والمشوار ينتهي يا سوريا؟ نحن نقول أننا نريد أن تخسر سوريا وتواجه سيناريو سوريا والأردن، ولكن عندما يخسر اليابان سوف يلعب هو ضد الأردن. سوريا الآن على التنفيذ. وطرد على كواشيما، حلوة المباراة وتزداد معها حلاوة السوريين. والكرة والبديل يدخل نيشيكاوا، وهذا البديل هلا فراس سهلت عليه مهمة التصويب. الكرة ما فيهاش اوفسايد، الكرة رجعت من قدم اللاعب الياباني على التنفيذ. فراس يتقدم، فراس جولاتو لك جولات كبير. أي هدف يا معلم. 1-1 لسوريا. لم تموت النسور. من قال لكم أن سوريا تموت؟ سوريا تمرض ولا تموت، بدون دواء تتعالج، بالروح تموت. يا اليابان، يا سوريا من ضربة يا فراس. كي جولاتو 1-1 لسوريا.